اهلا بيكم يا اساطير في قناتكم المفضله سيلفر مانجا. اولا حابب اشكركم على الكلام العسل اللي يا ناس يا عسل، ودي بقى الناس الجامده اللي جاوبت على كلمه سر الحلقه اللي فاتت. تاني حاجه بفكركم انكم تتفرجوا على اجمد قصص المانهوا في قناتكم مانهوا نينجا. ودلوقتي هسيبكم مع قصتنا الجديده مستحضر الارواح اندرياس. بتبدأ قصتنا في مملكة جرانديس، وبالتحديد في حصن انديفار، واللي بيعتبر خط الدفاع الأخير للمملكة. بنلاقي الحصن متحاصر بجيوش الأوركس من كل حتة، وفوق الأسوار بنلاقي حراس الحصن بيحاولوا بيأس إنهم يدافعوا عنه من هجمات الأوركس. بيهتف واحد من الجنود: دول الأوركس المدرعين يا جنود انديفار، خلصوا عليهم وما تخلوش حد منهم يعدي السور. بيرد واحد من الأوركس بلغتهم: كالتا كوميهاتو، واللي بتكون معناها كله يهاجم. وبيظهر من الصفوف الخلفية سحرة الأوركس اللي بيقدروا إنهم يستخدموا المانا ويضربوا الحصن بكور النار، وده اللي خلى الأوركس يتحمسوا لما لقوا الضربات بتأثر في الحصن. وبيظهر من فوق الأسوار نائب قائد الحصن فيلون أنديفار، واللي بيراقب المعركة وبيقول لنفسه: الموضوع بقى مسألة وقت قبل سقوط البوابة الجنوبية. عددهم الكبير عمل لنا مشكلة، بس المشكلة الأكبر لما هيظهر قائد الأوركس وينضم للمعركة. والقائد ده مختلف عن الباقيين لأنه سيد الهالة، وده معناه إنه عنده قدرات خاصة. الهجوم الأخير ده فتح طريق للأوركس اللي اقتحموا الحصن وبدأوا يفتكوا بالحراس، وبدأ فيلون أنديفار يصرخ في جنوده عشان يحمسهم ويقول لهم: وقفوهم واحموا القلعة بحياتكم مهما حصل. ملحقش فيلون يكمل كلامه لأن واحد من الأوركس العمالقة داس عليه برجله وسواه بالأرض هو والحرس الخاص بتاعه. وفجأة هتف حارس من اللي لسه عايشين: إيه النور ده؟ وده لأن السماء كلها نورت بنور أزرق غريب خلى الكل مندهش سواء البشر أو الأوركس. بس اللي كان أغرب من النور فعلا اللي حصل بعد كده، وهو إن الجثث اللي على الأرض بدأت تقوم من مكانها وتشيل سلاحها كأنها رجعت للحياة من جديد. وده كان معناه حاجة واحدة بس. هتف الحارس من جديد تاني: في مستحضر أرواح هنا. رد عليه زميله بدهشة: مستحضر أرواح؟ بس إزاي؟ وليه؟ وبالفعل ظهر من العدم شخص مقنع وماشي بكل ثقة ناحية جيوش الأوركس، وبدأ المقنع يكلم الأوركس ويقول لهم: مش هينفع أخلص عليكم كلكم بجثث عادية زي دي. وشاور بإيده وهو بيقول بصوت قوي: تعالوا علشان دوركم جه. ومع آخر حرف من كلامه بدأت بوابات الطاقة تتفتح ويخرج منها أشكال مختلفة من الوحوش اللي باين إنها كانت أقوى بكتير من اللي كانت موجودة دلوقتي. وبدأت الوحوش في الهجوم على جيش الأوركس اللي واقفين بينهم وبين قائد الأوركس، واللي بدأ هو كمان في رد الهجوم على الوحوش. وبهجمة واحدة منه بمساعدة الهالة المحيطة بيه قدر يخلص على عدد كبير من المهاجمين. ومن وسط الوحوش بدأ اتنين يقربوا من قائد الأوركس. الأول كان هيكل عظمي وشايل سيف، أما التاني فكان عبارة عن إنسان براس ومخالب فهد. اتفاجئ قائد الأوركس بالهيكل العظمي بينط في الهواء وبينزل عليه بضربة قوية من سيفه، لكن قائد الأوركس قدر إنه يتفاداها في اللحظة الأخيرة وينط بعيد. بس اللي ما كانش فاهمه إن الهجمة دي كانت مجرد تمويه عشان القائد يفقد تركيزه وما ياخدش باله من الفهد البشري اللي كان مستني اللحظة دي عشان يوجه له الضربة الرهيبة بمخالبه في صدره. في نفس الوقت كان المقنع سحب سيفه وبدأ في الهجوم على جيش الأوركس. في نفس الوقت بدأ قائد الحصن يقول لنفسه: ده قدر يغير موازين المعركة لوحده برغم حظر الإمبراطورية للسحر الأسود. وفي ميدان المعركة وقف قائد الأوركس وهو باين عليه التعب وبينزف من وشه، ووجه كلامه للمستحضر وقال له: ما كنتش هتخيل إن شوية جثث ممكن توقفني، بس اوعى تفتكر إنك ممكن تهزمني بكده. رد عليه المستحضر وقال له: جميل، أخيرا لقيت جثة مفيدة. أنت عندك المؤهلات عشان تبقى واحد من أتباعي. ومرر إيده على السيف اللي بدأ شكله يتغير وطوله يزيد وينور بنور أزرق، ونط في الهواء وهجم على قائد الأوركس اللي الهالة بتاعته نورت بنور أحمر مشع وقدرت تصد هجوم المستحضر. في نفس الوقت قدر القائد انه يوجه ضربه للمستحضر واللي جسمه اتحلل وداب وسط ضوء ابيض، وكان واضح انها قدره خاصه لتفادي الهجمات. فهم قائد الأوركس الخدعة ولف عشان يلاقي المستحضر وراه بيستعد للهجوم، فسبقه القائد ووجه له ضربة قوية بسيفه واللي كانت المفروض تخلص على المستحضر، لكن اتفاجئ القائد بظهور درع من العظام خلى المستحضر يصد الضربة. ووقف المستحضر قدام قائد الأوركس وهو بيقول: أنا لازم أبقى أقوى علشان أعيش. ومع كلامه بدأ العظم يغطي جسمه ويكون درع حواليه، وكمل كلامه وقال: وعشان الناس القريبين من قلبي في العالم ده كله. وبدأ يفتكر الناس اللي بيحبهم والدرع العظمي اللي بيلف جسمه كله. وقفوا الاتنين قصاد بعض وبدأ قائد الأوركس ينادي على بطلنا ويقول له: تعالى يا محارب يا اللي عاوز تغير العالم، تعالى سليني وحاربني للمرة الأخيرة في حياتك. رد عليه المستحضر وقال له: أنا اسمي أندرياس كرومويل. وفجأة هجم المستحضر اللي عرفنا إن اسمه أندرياس على القائد بسرعة رهيبة، وهالة سيفه الذهبية بتنور جامد لدرجة خلت كل اللي واقفين يبصوا بدهشة. وبنرجع شوية بالزمن وبنروح لأكاديمية رودلين، واللي مشهورة بأكاديمية الأزرق الذهبي، ودي تبقى أكتر أكاديمية محترمة في المملكة، وكل اللي بيدخلوها بيدوروا على مستقبل كبير. بالرغم من كده في ناس جوه المكان ده بيخبوا شخصياتهم الحقيقية. وفي أوضة سرية في الأكاديمية بنشوف أندرياس واقف مع شخص أكبر منه في السن، والأوضة كانت مليانة جثث مرمية في كل مكان. الشخص بيوجه كلامه لأندرياس وبيقول له: أندرياس، أنت مش قلت إنه هنا؟ رد أندرياس وهو متلخبط: آسف،
بدأ الشخص يمشي وسط الأوضة ما بين الجثث اللي كان من الواضح إنها كانت تجارب فاشلة، وكمل الشخص كلامه وقال: مش قادر حتى تفتكر مكان الجثة اللي اشتغلت عليها طول الأسبوع اللي فات؟ إحنا بندرس السحر الأسود المحظور، إحنا مستحضرين أرواح، ولو حد اكتشف اللي إحنا بنعمله ده هيعدمونا على طول، عشان كده أنا بمارس تجاربي في السر. كان أندرياس شال إزازة فيها سائل أحمر وبيرش منها حوالين جثة مرمية على الأرض، واتكلم الشخص بلهجة قوية وقال له: دلوقتي ارجع ورا عشان هبدأ. وعلى طول بدأ الشخص بتجميع المانا واللي بدأت تملى جو الأوضة بلونها الأزرق، وبدأ يوجهها ناحية الجثة اللي بدأت تصرخ وتتألم بشدة، وأندرياس واقف بيراقب، وفجأة بدأت الجثة تتحلل. صرخ الشخص بغضب وقال: إيه ده؟ فشل التاني؟ كفاية كده النهاردة، نضف المكان واطلع على فوق. رد أندرياس بخيبة أمل وقال له: ماشي، أنا برضه ما اتعلمتش حاجة النهاردة. مشي الراجل وساب أندرياس اللي بدأ ينظف القاعة، وبيقول أندرياس لنفسه: رغم خطورة اللي بيحصل ده إلا إني مش مستفيد منه أي حاجة لحد دلوقتي، بس برضه ما أقدرش أبطل بالبساطة دي، ده المكان الوحيد اللي فيه كتب قيمة عن السحر الأسود. خلص أندرياس تنظيف القاعة وراح لمكتب الشخص الكبير، وبيقول أندرياس: أنا آسف إني خدت وقت طويل في التنظيف. رد عليه الشخص ببرود: إذا كنت بتاخد نص يوم في التنظيف، أمال إمتى هتقدر تنفذ العملية كلها بنفسك؟ رد أندرياس في سر وقال: علشان ما بتعلمنيش أي حاجة فلازم أعلم نفسي بنفسي. بدأ صوت الراجل يعلى وهو بيقول له: أنا اديتك مهمة صغيرة وأنت اتوترت، أنا مش هتسامح تاني مع أي فشل ليك. رد أندرياس: أوعدك إني هعمل كل جهدي. بيقوم الشخص من على الكرسي وبيبص لأندرياس وبيقول له: مش عارف إذا كان ينفع أعتمد عليك ولا لأ، بس أنا هديلك فرصة تانية، هتروح مقابر بن هايلز الوطنية وتجيب لي جثة تانية، وما تنساش أنا اللي ربيتك عشان كنت يتيم، وعشان كده أنت لازم تثبت لي إنك تستحق تعيش، وإذا ما قدرتش فأنت عارف إيه اللي هيحصل بالظبط. رد أندرياس في سره: هبقى مجرد جثة جديدة تعمل عليها تجاربك. كمل الشخص كلامه وقال: دلوقتي تقدر تنفذ الكلام اللي سمعته، يلا يلا روح دلوقتي. رد أندرياس وهو بينحني: حاضر، وفتح باب المكتب وخرج وهو بيقول في سره: ده حتى ما ادانيش فلوس المواصلات. وبره القاعة كان في مجموعة من الطلاب بيبصوا له بدهشة وهو خارج، وباين إنه متضايق، وقال واحد منهم: بصوا ده أندرياس. رد عليهم أندرياس بغضب وقال: ابعدوا من قدامي، هو في مسرحية هنا ولا إيه؟ وراح أندرياس لباب الخروج، وهو بيخرج بيقول في سره: حاجة مقرفة، والمشكلة إني ما عنديش أي فكرة إزاي أخلص من الوضع ده. ودلوقتي يا شباب هنتكلم عن ماضي بطلنا اللي اسمه أندرياس. اسمه الكامل أندرياس كرومويل، طالب بقسم السحر في سنة تالتة، عديم الموهبة، صاحب أقل معدل درجات في الأكاديمية، يتيم ما يعرفش مين أبوه، شاب عادي بيتذلل للأقوياء وبيستقوى على الضعفاء، وده بيخليه مجرد شرير من الدرجة التالتة مالوش أي قيمة. وبتظهر قدامنا أسطوانة لعبة بيكاتا أو الخطيئة العظمى، وبيظهر شخص بيعرف نفسه وبيقول: أنا ماكوتو كانيشيرو، أنا لاعب من لاعبي الخطيئة العظمى، كنت عضو بالقوات الخاصة بس ما قدرتش أعيش كفرد عادي في المجتمع، والحاجة الوحيدة اللي لقيت نفسي فيها هي لعبة الخطيئة العظمى، عشان كده سبت العالم كله وعشت جوه اللعبة، وأخيرا قدرت أخلصها بعد 12 أسبوع. وفجأة بيرن الموبايل وبيرد ماكوتو وبيسمع حد بيقول له: أنت ماكوتو كانيشيرو؟ اتفاجئ ماكوتو بالشخص اللي بيقول له إنه عارف كل حاجة عنه زي معلوماته الشخصية وعادات اللعبة. وبيحاول ماكوتو من الصدمة إنه يقفل الكمبيوتر بسرعة، إلا إنه فجأة لقى نفسه اتحول لشخصية من شخصيات اللعبة قبل 6 شهور من بداية القصة الرئيسية في اللعبة، ولقى نفسه اتحول لشخصية أندرياس كرومويل، الشخصية اللي الموت بيحوم حواليها دايما. وده لأن كل الشخصيات بيحاولوا يكشفوا شخصية تشارون الحقيقية وبعدين يقتلوه، ولو هو ما قدرش إنه يبعد عن تشارون قبل بداية القصة الرئيسية في اللعبة فكده هيتورط مع باقي الشخصيات الرئيسية. وبدأ أندرياس اللي هو وماكوتو بقوا شخصية واحدة يفكر إزاي هيعرف يتصرف في اللعبة اللي اتحولت لحياته، وبيقعد على الكرسي في حديقة الأكاديمية وبيقول لنفسه: الحل الوحيد هو إني أبقى قوي قبل بداية الأحداث، والحاجة الوحيدة اللي ممكن أعتمد عليها هما المهارتين اللي كسبتهم بعد لعب 13 أسبوع. واحدة فيهم كانت عشوائية وطلع لي الجوهر المزدوج، وده بيخليني استخدم السحر والمبارزة مع بعض، وما ينفعش اركز على واحدة فيهم واسيب التانية لو كنت عاوز افضل عايش. يفضل بقى الميزة التانية اللي ممكن انا احددها، وهنا لازم اختار حاجة تتناسب مع استحضار الارواح. بيقوم اندرياس من مكانه وبيبص في الفراغ وبيقول: اختيار الميزة. بمجرد ما قال كلمته ظهر قدامه شاشة النظام عليها المهارات الموجودة في اللعبة واللي كانت كتيرة ومختلفة، وبيبص أندرياس كويس في الشاشة وبيقول: أنا لازم أبص على المهارات الجديدة الأول، يمكن يكون فيها حاجة مميزة. وبيظهر قدامه مجموعة من المهارات زي شيطان الشر والتطور والمتاهة وبيفكر أندرياس شوية وبعدين بيقول لنفسه: التطور هو وصول الكائن الحي لأعلى رتبة، دي مهارة ما شفتهاش في اللعبة قبل كده، هي دي المهارة اللي هتخليني أعدي أسوار القلعة دي، أعتقد مش محتاج أفكر أكتر من كده. وبيرفع صباعه وبيضغط على مهارة التطور على الشاشة، فبتظهر قدامه عبارة: تم اختيار مهارة التطور. وبيظهر قدام أندرياس صورة لنفسه في المستقبل بشكل قريب من اللي ظهر في المعركة بيه قدام الأوركس، وحس وقتها بالثقة وهو بيقول: أخيرا بقيت قادر أشوف المستقبل اللي هوصل له بالمهارة دي في العالم ده، أنا هكمل أكيد وهخلص اللعبة دي بصفتي أندرياس. وبنروح دلوقتي لتونيليكو
وده هو السكن المجاني الملحق بالأكاديمية واللي بطلنا كان ساكن فيه، وبنشوف أندرياس قاعد في أوضته بيفكر وبيقول لنفسه أندرياس في اللعبة كان شرير تافه، بس لما قربت منه لقيته إنه فعلا ملوش أي فايدة، ده حتى ما بيعرفش يستخدم سحر عنصر واحد كويس. الحاجة الوحيدة المناسبة ليه هو سحر استحضار الأرواح، وعشان كده أنا اخترت مهارة التطور. قبل ما أروح المقبرة دي لازم أعدي على مختبر قسم الأرض الأول، ما ينفعش أضيع أي وقت، لازم أبقى أقوى في أسرع وقت ممكن، لأني لو ما بقتش قوي كفاية ممكن ما أقدرش أعيش وأكمل القصة. وبيظهر في عقله صور لأشخاص باين عليهم القوة، فبيرجع يقول لنفسه في هنا كتير شخصيات قوية ممكن تقتلني مش بس تشارون. وبيدخل مختبر الأرض وبيروح للمكتبة ويبتدي يقرأ عناوين الكتب اللي كانت زي مقدمة في السحر وسحر الظلام. بيقول أندرياس شوية عناوين كتب فظيعة، أنا لو اتمسكت بكتاب من دول أكيد هتقتل. وبيلاحظ إن وراه في زنزانة محبوس فيها حد وكان واضح إنه مش بشري، فقال لنفسه واضح إن في أشخاص هنا كمان ممكن يقتلوني، يبقى أنا ما كنتش غلطان امبارح، دي مصاصة دماء. في اللعبة في مصاصين دماء ما بيتأثروش بأشعة الشمس وعندهم قدرة عالية على استخدام السحر القوي جدا، وتشارون نفسه ما عندوش القدرة إنه يتعامل مع مخلوقات زي دي. ممكن يكون تشارون مجرد زعيم متوسط مفيد بس لرفع الخبرة. قطع حبل أفكاره صوت مصاصة الدماء وهي بتقول له هاي ممكن تخرجني من هنا. وبنروح للقطر اللي رايح المقبرة وأندرياس قاعد جواه بيفتكر حواره مع مصاصة الدماء في المعمل، وبيقول بصراحة هي حاجة مغرية زي الفوز باليانصيب كده. وبيقعد يفتكر كلام مصاصة الدماء وهي بتقول له لو خليتني أخرج أنا هقتل تشارون عشانك، مش أنت خايف إني أقتلك برضه؟ قلت إيه؟ ها اتفقنا؟ بيتكلم أندرياس في سره وبيقول زي ما توقعت أنت كمان قلقانة من تشارون، ووجه كلامه ليها وقال لها وانا ايه اللي يضمن لي اني لو خرجتك من هنا انك مش هتقتليني؟ ردت عليه بسرعه وقالت له اوعدك اني مش هقتلك. بيقول لها اندرياس انت عاوزه تقنعيني ان مخلوق مستواه عالي زيك ممكن يوعد انسان وينفذ وعده؟ ردت مصاصه الدماء هي دي الحقيقه اقسم لك. فكر اندرياس شويه في كلامها وبعدين قال هفكر في الموضوع شويه، اذا كنت هخون معلمي فلازم اخد شويه وقت للتفكير. تقول له مصاصه الدماء بتوتر هتفكر ليه؟ سيبني بس اخرج بسرعه. فكر اندرياس انه لازم يعرف كل حاجه عن مصاصين الدماء قبل ما ياخد اي قرار، وانه لازم لما يرجع يشوف الكتب اللي بتتكلم عنهم. وبيقطع تفكيره صوت سواق القطر اللي بينادي على المحطه الجايه وبيقول المحطه الجايه هي المقبره الوطنيه هارت بيست والنزول من الجانب الايمن. نزل اندرياس من القطر وهو بيجر شنطه تقيله ومش قادر يتنفس من المجهود، ولاحظ باب المقبره اللي باين من بعيد وهو ماشي ناحيته، وبدا يتكلم بصعوبه من المجهود ويقول جسم الصحراء ده مش تمام، انا لازم ازود قدرتي على التحمل كمان مش الفلوس وبس. واخيرا وصل لباب المقبره اللي كان مقفول ووقف يبص على الباب وهو بيفكر ان دي المقبره اللي بيتحكم فيها ممارسي السحر الاسود. وبيظهر شخص ورا البوابه وبينادي عليه اندريس وبيقول له انا من بيت جينيس الحفيد الثالث. رد عليه الحارس وبيقول له جبت الورد؟ رد اندرياس انا جبت السما الزرقاء وفرشه الورد. بيقول له الحارس فهمت، وبيفتح له الباب. طبعا كان من الواضح ان دي الشفره اللي ما كانش هيفتح الباب من غير ما بطلنا يقولها، وبيخلي اندرياس يدخل ويمشي لحد ما يوصل للحانوتي اللي كان واقف ماسك ظهره من الوجع وهو بيقول يا ضهري. بعدين بيبص ناحيه اندرياس وبيقول له توقيتك ممتاز، دي جثه الفارس اللي وعدتكم بيها، يلا خدها بسرعه وامشي من هنا. بيبص اندرياس وهو منبهر للجثه وهو بيقول له شكرا ليك، وبدا يسحب الجثه عشان يدخلها الشنطه، بس للاسف الجثه كانت تقيله جدا، بس اخيرا قدر انه يحطها جوه الشنطه ويقفل عليها، ووقف ياخد نفسه من المجهود وهو بيقول لازم ارجع قبل الوقت ما يتاخر. وهنا اندرياس خد باله من قبر جنبه وحاول يفتكر الاسم اللي مكتوب على شاهد القبر، وفضل يقول لنفسه الاسم ده مش غريب عليا، انا شفته فين قبل كده. فجأة فتح عينيه من الدهشة لما افتكر ده اسم مين وقال معقول يكون ده قبر نيكل ليفهل سيد الهالة، الراجل اللي قضى عمره كله بيتدرب على فنون السيف؟ ده فضل طول عمره يتدرب عشان يبقى سيد الهالة ومات في النهاية من الشيخوخة. محدش هنا يعرف إن نيكل كان سيد الهالة. لو قدرت آخد جثته وأخليه فارس من الأموات طبعا مش هقدر أصنع واحد متفوق زي ما تشارون بيعمل، بس مع الوقت أقدر أطوره. أعتقد إنها صفقة ممتازة. وبينادي بطلنا على الحانوتي وبيقول له سيد هايمون هو ممكن آخد جثة كمان؟ رد هايمون عليه بدهشة وبيقول له عاوز جثة تانية؟ خد إذن تشارون الأول. بيفكر أندرياس وبعدين قلع الخاتم بتاعه وقال له طب إيه رأيك آخدها وأديك الخاتم ده؟ بص هايمون للخاتم بدهشة وقال في سره ده خاتم عليه شعار عيلة الكونت، ده لو اتباع يساوي ثروة، معقولة هيديهولي؟ كمل أندرياس كلامه وقال له أنا ما عنديش حاجة غير الخاتم ده أديهولك، بس بصفتي ساحر فلازم الأولوية تكون لشغلي، عشان كده أنا بقدمهولك. بيكح هايمون من الانفعال وهو بيقول له فهمت. مسك أندرياس إيده وقال له أنا هتأكد إن تشارون ما يعرفش حاجة، ما تقلقش بس أرجوك اقبل عرضي. بيقول له هايمون حاضر. بيفكر أندرياس في سره وبيقول الخاتم حتى لو فقد قيمته بس عليه شعار أسرة كبيرة ما حدش يقدر يقاومه. بيقول هايمون شكرا ليك أنا هخرج لك الجثة التانية على طول. بيرد أندرياس مفيش مشكلة، ورجع يفكر تاني ويقول لنفسه أنا بقيت شايف المستقبل أوضح من امبارح كمان، أول ما هرجع هبدأ تدريبي كمستحضر أرواح على طول. حظ سعيد يا أول أتباعي. رجع أندرياس لتشارون بجثة الفارس اللي أول ما تشارون شافها ابتسم وقال واضح إنها جثة ممتازة، خلي بالك من المواد الكيميائية على ما أرجع.
وطبعًا هتتحمل مسؤولية أي مشاكل تحصل، ها؟ مشي شارون وساب بطلنا هيفرقع من الغيظ وبيقول لنفسه: أنا لسه راجع وبيأمرني أعمل كل حاجة، بس أنا عمومًا بقيت أقدر أركّز أحسن وأنا متضايق. بدأ يحضّر الجثة وهو بيقول: أنا لازم أخلّص الشغل ده بسرعة عشان أكمّل دراستي. وبيخلّص أندرياس تجهيز الجثة ويبدأ ينضّف المكان وهو بيفكّر وبيقول: يا ترى بمستوايا ده هاقدر أستخدم جثة نيكل؟ بمستوى مهارتي ده بالكتير هاقدر أعمل هيكل عظمي على الأقل مؤقتًا. أعتقد إني ممكن أطوّر الحاجات اللي باعملها بعد كده بمهارة التطوير اللي معايا، بس أنا لسه ما جرّبتهاش، فالموضوع مش أكيد يعني، وما فيش معايا فلوس حتى علشان أجيب جثة تانية أتدرّب عليها. وبيسمع بطلنا مصاصة الدماء المحبوسة وهي بتقول له: هاي، أنت هتفضل سايبني محبوسة كده لإمتى؟ بيبُص لها بطلنا بشَك وبيقول لها: هو أنتِ مش نايمة؟ ردِّت عليه بزهق وقالت له: قُلت لك مش هاقتلك، ممكن بقى تسيبني أخرج؟ والّا أنت عاوز تقضّي بقية حياتك مجرد مساعد لتشارون؟ بيمشي بطلنا ناحية الزنزانة وبيقف قدامها وبيقول لها: كنت مستني تتكلمي تاني. ردِّت مصاصة الدماء بلهفة وقالت له: كويس، يعني أنت خلاص وافقت؟ بدأ أندرياس يكلم نفسه ويقول: أنا فضلت أسأل نفسي إزاي تشارون قدر يحبسك بالشكل ده، بس عرفت الإجابة لما قريت ده. حست مصاصة الدماء بالتوتر وقالت له: مالك واقف وبتبص لي كده ليه وأنت ساكت؟ أنت لسه شاكك فيا؟ انجز وخد قرارك أحسن كده ممكن أقتلك حتى لو خرجتني. بص لها أندرياس وقال لها: أنا هخرجك لأني مش قادر أتحمل تحكم تشارون فيا أكتر من كده. ردت عليه بفرحة وقالت له: كويس، طب يلا فكني عشان أخرج. قال لها أندرياس: قبل ما اخرجك لازم تقسمي لي باسم عيلتك انك مش هتقتليني. اتجمدت مصاصة الدماء في مكانها وكأن كلام اندرياس فاجئها وبيقول بطلنا في سره: واضح من رد فعلها ان اللي قريته في الكتاب كان صحيح، لما مصاص الدماء يقسم باسم عيلته ما يقدرش يرجع تاني في القسم ده ابدا. قالت له مصاصة الدماء بلهجة بطيئة ومرعبة: فهمت، اقسم باسم لوسيفر. صدم اندرياس وهو بيفكر ويقول لنفسه: بالبساطة دي؟ وفجأة ظهر قدامه شاشة اللعبة وظهر عليها رسالة بتقول: لقد استوفيت الشروط، هناك عينة قابلة للتطوير، احتمالية التطوير 55%، أنجيلا لوسيفر. صدم أندرياس وهو بيفكر وبيبص لمصاصة الدماء اللي عرف إن اسمها أنجيلا وكمل قراية المعلومات اللي في الرسالة واللي بتقول: التطوير نادر، ممكن للكائنات اللي تجمع نقاط خبرة كفاية إنها تتطور من درجة قليلة لدرجة أعلى. فلاحظ أندرياس إن بقى عنده قدرة على تطوير كائنات مش هو اللي عاملها زي أنجيلا. وظهر في نهاية الرسالة عبارة بتقول: هل تريد التطوير؟ وفي اختيارين، نعم أو لا. فكر أندرياس إن دي فرصته عشان يجرب على أنجيلا قبل ما يحاول مع نيكل، وحتى لو حصل لها حاجة فدي مش هتبقى غلطته. بدأت أنجيلا تحس بالقلق من سكوت بطلنا وسألته بتوتر: في إيه؟ هو أنت ضحكت عليا؟ بيرفع أندرياس صباعه ناحية شاشة النظام وبيضغط على كلمة نعم. فجأة ظهر نور أحمر حوالين جسم أنجيلا ومسكت راسها وبتبتدي تصرخ من الألم، وبصت لأندرياس بغضب وقالت له: أنت عملت إيه يا حقير؟ وفضلت تصرخ تاني من الألم لحد ما وقعت على ظهرها مغمى عليها. بيقف أندرياس مرعوب وبيبص على أنجيلا اللي واقعة ما بتنطقش وبيقول لنفسه: هو إيه اللي حصل لها؟ وبينده عليها بصوت خايف وبيقول لها: أنتِ يا مصاصة الدماء، فوقي كده، أنا حتى ما أعرفش أنا كده نجحت والّا فشلت. تلمع فكرة في دماغه بيقول: طالما أنا أقدر أطوّر كائنات مش من استدعائي يبقى أكيد هاقدر أطوّر الكائنات اللي باستدعيها، يعني ممكن أحاول أستدعي نيكل دلوقتي. وبيجيب جثة قدامه على الأرض وتبقى جثة نيكل وبيرسم حواليها تعويذ الاستدعاء، وياخد نفس عميق ورمى شوية مسحوق أسود كان في إيده وهو بيقول بصوت قوي: استدعاء الهيكل العظمي. تبدأ خيوط المانا تظهر في الهوا بلونها الأزرق وبدأت تشكل بين إيدين أندرياس على شكل ختم سحري. بيوجه أندرياس إيده في اتجاه جثة نيكل وبيوجه المانا كلها ناحيته وبيقول: هي دي كمية المانا اللازمة لاستدعاء هيكل عظمي واحد. وهنا بيبتدي جلد نيكل يتبخر من على جسمه بالتدريج وبيبدأ هيكله العظمي يظهر من تحت الجلد المتبخر. وفجأة بيقوم نيكل بشكله الجديد وبيقف قدام أندرياس اللي وقع على الأرض من المفاجأة. وبعد ما بيقف نيكل بتظهر من تاني على شاشة النظام وبيظهر رسالة جديدة بتقول: نجح استحضار روح الهيكل العظمي، مستوى الاستدعاء هيكل عظمي أسطوري، زاد مستوى استدعاء الهياكل العظمية من 1 ل3. بدأ أندرياس يبص للشاشة وهو مصدوم ولسه مش مستوعب اللي بيحصل، والرسالة لسه بقيتها بتظهر ومكتوب: لو كان مستوى الجثة مرتفع هتزيد درجاتها وتتحول إلى جندي هيكل عظمي، ولو كان مستوى الجثة فائق فممكن تستعيد جزء من ذاكرتها القديمة. وبيقول أندرياس لنفسه: هايل، أنا نجحت نجاح مبهر والجثة بقت أقوى من الهيكل العظمي العادي. بترجع الشاشة تظهر تاني وعليها بيانات نيكل المرة دي، وكانت البيانات بتقول: جندي هيكل عظمي أسطوري الدرجة التانية، المهارات الوعي بالذات وإتقان السيف. بيبدأ بطلنا يتكلم مع نفسه ويشوف قد إيه هو عمل إنجاز مهم وبيقول: مهارة إتقان السيف دي بيمتلكها إنسان حي بس عن طريق التدريب والممارسة، إنما إن هيكل عظمي يمتلك مهارة زي دي يبقى نيكل كان فعلا سيد من أسياد الهالة لما كان عايش. بيرفع نيكل إيده وبيشاور إشارة معناها إن كلام أندرياس مظبوط، فبيكمل أندرياس كلامه وبيقول: أنت هتكون في رعايتي. بيشاور نيكل بإيديه إشارة تانية كأنه بيقول له تمام جدًا، وبيبُص أندرياس على النتيجة المتعلقة على الحيطة وبيقول: لسه فاضل سنة على موت شارون، لو كنت عاوز أعيش ففي حاجات كتير لازم أعملها، وبالنسبة للمهارة لو سِبتها فهي كده بتزيد لوحدها.
ورجع أندرياس لأوضته في السكن وبص على إحصائياته الشخصية ولقى إن مهارة الاستحضار زادت من ضعيفة لمتوسطة، وبيقوم بطلنا عشان يخرج وبيقول أنا لازم أخرج نيكل من الأوضة دي دلوقتي، وبيضغط زرار الاستدعاء فبيخرج نيكل من بوابة المانا، وبيبص له أندرياس وبيفكر إنه ما ينفعش يمشي بيه كده وسط الناس، فبيقول لازم ألبسه حاجة عشان محدش ياخد باله منه، وبيجيب أندرياس لبس تقيل وكوفية وبيلفها على راس نيكل عشان تخفي ملامحه، بس الغريب إن نيكل وقف وقفة استعدادية كأنه ماسك سيف في إيده وبيتدرب على المبارزة، وبيقول أندرياس وهو مصدوم واضح إنه فعلًا عينة نادرة، ده لسه بيتدرب رغم إنه ميت، دي حاجة مفيدة جدًا ليّا، شكلي كده لقيت طريقة لتطوير مهاراتي الجديدة، وبينادي على نيكل بصوت قوي وبيقول: "نيكل!" بيبص له الهيكل العظمي وبيوقف الحركات اللي كان بيعملها وهو مستني أوامره، وبيقف بطلنا وبيبص للهيكل هو كمان وبيقول له: "ممكن تعلمني المبارزة؟" بعد شوية بنشوف بطلنا واقف وقفة استعدادية وماسك في إيده عصاية بدل السيف، ونيكل واقف جنبه بيعلمه الحركات الأساسية اللي هيبدأ تدريباته بيها. بدأ أندرياس يحس بتعب خفيف في جسمه وده مش متعود عليه بس ده بسبب المجهود مع إنه يا دوب لسه بيبدأ، ويبدأ يفتكر معلمه الأول واللي كان له الفضل إنه خلاه يتحمل المجهود ودربه بكل قوة، وبيقول بطلنا لنفسه لو نيكل بدأ يدربني صح هقدر في المستقبل إني أستخدم الهالة بجانب استخدامي للمعنى بدل ما أضطر للتبديل بينهم، لأني معايا مهارة الجوهر المزدوج، وقتها همشي في طريق السياف السحري. صحيح هيبقى صعب عليا إن قوتي تزيد في الأول، بس لو عديت المراحل الأولى هبقى أقوى من أي حد. زي الإمبراطور العظيم إدموند مؤسس الإمبراطورية، وبيصحى من أفكاره على قرصة من نيكل في دراعه خلته يصرخ من الوجع، وبيبص لنيكل بغيظ وبيقول له أنت بتعمل إيه؟ بيبص له نيكل وبيشاور بإيده معناها نركز في التدريب، والحاجة الغريبة اللي خلت أندرياس يتصدم قوة القرصة نفسها، حتى إنه قال لنيكل أنت إزاي إيدك جامدة كده وأنت مجرد هيكل عظمي؟ بس أنا كمان كنت عضو في القوات الخاصة بره اللعبة والتدريب ده حاجة مش جديدة عليا، وأنا هوريك إزاي أنا. وبيقطع كلامه قرصة تانية من نيكل خلته يصرخ تاني وبيقول له عارف لو قرصتني تاني يا ملعون أنت؟ وبيخلص التدريب وبيقعد أندرياس على المكتب يرتاح وبيشرب الشاي وبيقول لنفسه بما إني خلصت تدريب النهارده وخرجت نيكل يا ترى مهارة الاستحضار بقت عاملة إزاي؟ ظهرت قدامه شاشة النظام ولقى إنه زاد نقطتين في 3 ساعات، بيقول واضح إن مهارتي بتزيد أسرع مما كنت متوقع، أنا دلوقتي مستحضر أساسي وعشان أوصل لدرجة مستحضر مبتدئ هيلزمني حوالي 200 ساعة، وبعد كده التطور هيبقى أبطأ شوية. تيجي على باله فكرة إن تشارو ما استدعاهوش من فترة فقال لنفسه ولا يمكن يكون استدعاني، أكيد هو ما عرفش أي حاجة لأن مصاصة الدماء زي ما هي ما اتحولتش، التطوير بياخد وقت طويل يعني كل حاجة ماشية كويس لحد دلوقتي. بيقطع تفكيره صوت العصاية اللي نيكل بيتدرب بيها بدل السيف وهو لسه مكمل تدريباته، فبيبص له أندرياس مصدوم وبيقول له هايل، أنا أعرف إنك ما بتتعبش لإنك زومبي بس أنت برضه استثنائي، لو كان معايا جرعات الشفا أنا كان زماني قدرت أكمل التدريب معاك وأنا بشفي نفسي على طول. وبنعرف إن الجرعات دي نوعين، الأولى جرعات التجديد ودي بتشفي الجروح الخارجية وبتضاعف معدل الشفا، والتانية جرعات شفائية ودي بتعالج الإصابات الداخلية والإرهاق أو التعب. وبيفكر شوية وبيقول لنفسه بس أنا فقير ومستحيل يكون معايا تمنهم، ممكن أحاول أصنعهم وده هيوفر فلوس كتير، بس برضه الموضوع مش سهل، أنا صحيح عارف المكونات اللازمة لصنعهم بس معرفش النسب اللي بيتحطوا بيها، عشان كده لازم أبدأ أحضر شوية دروس عشان أزود معلوماتي. وبيخرج أندرياس من السكن وبيروح الأكاديمية عشان يحضر الدرس زي ما خطط، وبيفتح باب القاعة وبيدخل وكل الطلاب الموجودين بيلاقيهم بيبصوا له مصدومين، واحد منهم بيقول وده إيه اللي جابه لدرس الجرعات الشفائية؟ بيرد عليه زميله بيقول له ده أكيد جاي عشان يتعرف على بنات هنا. يقول لهم واحد تالت ده يتيم ومالوش عيلة هو ليه أصلا مكمل هنا؟ بيسمع أندرياس كل الكلام بس بيرد عليهم في سر وبيقول أنا سامعكم كويس يا كلاب بس لازم أستحمل، أنا مش جاي هنا أتسلى. وبيمشي بين الطلاب عشان يقعد في مكان فاضي ومن آخر القاعة بيسمع صوت بيقول سكوت، هنبدأ المحاضرة الثالثة، محاضرة البروفيسور فوابان للأعشاب الطبية المتوسطة. وبيقعد بطلنا يتابع الشرح وهو بيفكر إنه لغاية دلوقتي الأحداث ماشية في تسلسل الطبيعي بتاع اللعبة، بس حس بالملل وبدأ يقول في سره اشرح بقى جزء نسب الجرعات أرجوك. بيكمل البروفيسور شرح بصوت عالي وبيقول الدرس اللي جاي عن صنع جرعة تعزيز القوة البدنية، بيشاور على السبورة وبيقول أنا قلت قبل كده إنها بتعتمد على أوراق مهين وثلاث مكونات تانية صح؟ فكر أندرياس وقال لنفسه الجزء ده غير اللي أنا أعرفه عن اللعبة، في حاجة غريبة بالرغم إنها جرعة شفاء متوسطة بس ليها أضرار جانبية كتير. وبيرفع إيده بينادي على البروفيسور وبيقول له ممكن سؤال؟ بيرد البروفيسور وبيقول له اتفضل اسأل يا أندرياس. بيقول له أندرياس ليه ما نحطش مستخلص هونج بشي ولحاق جذر الماتاراتا؟ بيستغرب الطلاب اللي مش متوقعين سؤال زي ده من واحد فاشل زي أندرياس، وبيرد البروفيسور عليه وبيقول له والمفروض بقى أضيفهم ليه؟ لو عاوز تضيفهم اتفضل واعمل لنا عليهم شوربة كمان لو تحب. يقول له أندرياس وهو محرج اللي أنا قلته ده يعني مكونات ضرورية لصنع جرعة تعزيز القدرة البدنية،
فليه الكل بيتريق كده يعني؟ بعدها خطرت ليه فكرة إنه ممكن يكونوا لسه ما يعرفوش التركيبة دي، وبتخلص المحاضرة وبيبدأ أندرياس والطلاب يخرجوا، وأندرياس بيفكر إيه اللي استفاده في المحاضرة وبيقول لنفسه أنا معلوماتي أكتر بكتير وأعلى من اللي اتشرح جوه، واضح إني لازم أذاكر لوحدي بعد كده. وبيمشي أندرياس ناحية المعمل وما كانش يعرف إن في حد مركز معاه، وبيوصل بطلنا لقسم البحوث واللي فيه المعمل الخاص بالأكاديمية، وبيبدأ يتدرب على تحضير الجرعات. بتظهر شاشة اللعبة بتقول له إن محاولته فشلت، ده خلاه بقى متنرفز جدا من الفشل ده، وهو بيقول لا بقى مش كل مرة، مع إني عارف المكونات بس باقي حاجة في الطريقة مش واضحة، كمان المكونات مش رخيصة زي ما كنت فاكر، أنا كده هافلّس قريب، طب لو حد ساعدني مثلًا، بس مين هيساعد حد ما لوش لازمة زي أندرياس؟ وهنا بيتفتح باب المعمل عشان يدخل منه بنت جميلة بتكلم أندرياس وبتقول له: "أنا توقعت ألاقي السيد أندرياس هنا." بيبص لها أندرياس وهو مصدوم وبيقول: "إيه اللي جاب شخصية رئيسية هنا؟ دي الشخصية الوحيدة الرئيسية العبقرية في صنع الجرعات لوسيا إيفرلاست، دي مستحيل تكون قريبة من أندرياس، أومال بتعمل إيه هنا؟" بتقول لوسيا: "واضح إنك فشلت كتير وفي ريحة حاجة بتتحرق." بيقول بطلنا لنفسه: "لو سِبتها وما ردتش عليها هتمشي لوحدها." بتكمل لوسيا كلامها وبتقول: "أنت كنت بتعمل تجارب على إيه؟" بيرد بطلنا ببرود: "ده سر." بيكمل في سره: "رُحت المحاضرة وما استفدتش حاجة ومشاكلي عمّالة بتزيد." بتكمل لوسيا كلامها: "أنت مش ودود خالص مش كده؟ عمومًا أنا بس استغربت إن حد زيك يقترح اقتراح زي ده عشان كده." بيبص لها أندرياس ومصدوم وبيقرب منه هي وبتقول له: "سينيور ممكن ندرس سوا؟ مش برضه فكرة كويسة؟" بيفكر بطلنا وبيقول في سره: "أنا شايف إن ما فيش داعي للرفض." بعدها بيسألها: "أنتِ عاوزة إيه بالضبط؟" بتجاوب لوسيا وبتقول لبطلنا: "هو غريب إني أدوّر على شريك للدراسة؟" بيقول لها أندرياس: "مش هتستفيدي حاجة من ده." بتقول له لوسيا: "أنا ملاحظة إن عندك موهبة وتقدر تصنع حاجات جميلة، وأنا كمان عاوز أصنع أدوية لسه العالم ما يعرفش عنها حاجة." بيفكر بطلنا في كلام لوسيا وبيقول: "كنت باحاول بس إني أصنع أدوية لنفسي." وبنعرف سبب تفوق لوسيا في صناعة الأدوية وجرعات الشفا، وإن الموضوع مش متعلق بموهبتها بس، ده كمان لوسيا مريضة بمرض نادر ولو ما لقتش علاج لمرضها فهتموت بسببه، وكل الدكاترة والصيادلة اللي شافوها فشلوا يلاقوا علاج ليها عشان هي كده قررت إنها تدرس بنفسها، والمرض المميت ده سببه النظام. وبيفكر بطلنا وبيقول لنفسه: "هي عاملة زيي، من الشخصيات اللي لعبت اللعبة لوقت طويل وأكيد فاكراني عندي الحل، بس أنا ما أعرفش النسب والمقادير لغاية دلوقتي، بس إني أقابل حد بذكائها دي حاجة تخوف، لأن آخر حاجة ممكن أتمناها إن حد يعرف شخصيتي الحقيقية." واضح إنها سمعت اللي أنا قُلته في المحاضرة، وأنا ما ينفعش أتورّط معاها لإن ده ممكن يأثّر حياتي مش أكتر. بيبُص لها أندرياس وبيقول لها: "أنا مش مهتم، تقدري تمشي." بتُقف لوسيا بتحدّي وبتقول لبطلنا: "فطر بيونا، أنت ما قُلتش ده في المحاضرة بس المفروض نضيفه على باقي المكونات." بتتغيّر ملامح وِش أندرياس وبيبان عليه الصدمة وبيفتكر إنه ده المكون الأخير اللي ما حدّش يعرفه غيره فعلًا، بيبُص للتركيبة وبيقول لنفسه: "لو ضِفته هنا مش ممكن تنجح الجرعة؟" بتقول له لوسيا: "أنا عندي إحساس إن هاقدر أساعدك، وممكن أخلّيك تكسب شوية فلوس كمان." بيبُص لها بطلنا وبيقول لها: "أنتِ بتقولي ده عشان أنتِ غنية، أظن أنتِ قُلتِ أنتِ جيتِ عشان إيه، ودلوقتي اتفضلي." وبيقول لنفسه: "أنا مش هاتخلّى عن حياتي عشان عرضِك المغري." بتمشي لوسيا ناحية الباب، بعدها بتبُص لأندرياس وتقول له: "هاسيب لك فرصة تفكّر، لإني أعتقد إنك هتغيّر رأيك قريب جدًا." بتخرج لوسيا وبتقفل باب المعمل وراها، وبتسيب بطلنا قاعد يفكّر، وبيقول أندرياس بعد ما خرجت لوسيا: "مش محتاج أفكّر في حاجة، رغم إني مش قلقان من حاجة، بس المخاطرة كبيرة أوي." بيسمع جنبه صوت نيكل اللي رجع يتدرب تاني على المبارزة، وبيقول بطلنا: "أنا أقدر أوصل للنسب بنفسي، بس المشكلة في الفلوس." وبيقوم بطلنا وبياخد مكانه جنب نيكل وبيبتدي تدريب هو كمان، وبيقول أندرياس وهو بيتدرب: "كده أنا محتاج طريقة أجمع بيها فلوس الأول، مفيش فكرة كويسة؟" بيتفاجئ أندرياس بنيكل بينزل بالعصاية اللي في إيده على جسمه، وبعدين بيقف في آخر لحظة عشان أندرياس يفوق من سرحانه، وبيقول لنيكل: "إيه يا عم أنت رعبتني، أنت بتعرف إمتى باكون سرحان؟ بعد ما أخلّص تدريبي هيكون في وقت أفكّر كويس في موضوع الفلوس ده، يعني ما فيش طريقة ممكنة أقدر أجيب بيها فلوس؟" وبيبُص أندرياس على جواب فوق المكتب بتاعه وبيقول: "الفكرة الوحيدة اللي في بالي إني أتحايل على أختي تبعت لي فلوس بعد ما استلمت منها جواب بتقول فيه إني وحشتها." وبنروح مع بطلنا للحديقة بتاعة الأكاديمية لمّا بيقرر إنه يتمشى شوية عشان يعرف يفكّر، وبنلاقيه بيقول لنفسه: "مهما كانت شخصيتي زبالة، بس مش دي الطريقة اللي ينفع أجمّع بيها فلوس." ومن مسافة قريبة بتكون في بنت واقفة بتراقب بطلنا وهو ماشي ماسك كتاب في إيده، وبتقول مصدومة: "أندرياس كرومويل ماسك كتاب في إيده! معقول يكون أخيرًا قرر إنه يعمل حاجة مفيدة؟ بس حتى لو اتغيّر، من المستحيل واحد زيه يبقى إنسان كويس." بيقول أندرياس: نسيت أقول لكم مين البنت دي، دي اسمها دين ألفين، الساحرة العبقرية ووريثة عيلة إلفين الشابة، شخصية تانية من اللي ممكن يقتلوني بمنتهى السهولة. كنا أصحاب كويسين وإحنا أطفال، بس بسبب إن ديون عيلة كرومويل الكبيرة بعدتنا عن بعض. كنا مجرد أطفال ظراف. أندرياس الحقيقي عمل حاجات كتيرة وحشة الفترة دي اللي فاتت، عشان كده مش مستغرب لو قتلتني بس لمجرد إني أحاول أكلمها." بيقول أندرياس بيأس: "أنا مش لاقي أي طريقة تانية أجمّع بيها فلوس غير إني أطلب من أختي الصغيرة." تمام، يبقى كده لازم أروح لها بأسرع وقت ممكن. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، وكلمة السر هي أندريس. كان معاكم من وراء المايك عمرو سالم، استنونا مع بعض في الحلقات الجاية بكل جديد. سلام شديد.